النهاردة معادنا مع فيديو تاني من فيديوهات اختبارات التصادم المضحك على سرعة 15 كيلومتر. وبقول مضحك لأن الخسائر اللي بنشوفها على السرعة البطيئة دي خسائر كبيرة جدا. والأول مرة معانا هيكون عربية صيني وكمان موديل حديث، وهي الام جي 5. هل الام جي 5 هتكون زي ما بيقولوا عن العربيات الصيني وهتتقسم نصين حتى على سرعة بطيئة زي كده، ولا هيكون ليها رأي تاني؟ ده اللي هنشوفه في الاختبار ده، وهنبتدي بالاصطدام الأمامي. مبدئيا كده نقدر نقول ان الخسائر كبيرة شوية، ولكن اقل من عربيات تاني كتير شفناها قبل كده. الكبوت بيتفتح بسهولة، ولكن الكبوت فيه تانية كبيرة. لما نيجي نبص من جوه الحقيقة مش بنلاقي اي خسائر تقريبا، ولا الصدمة سمعت جوه جامد. حتى الشبكة الامامية فيها فاصة ولكن سليمة. تعالوا بقى نبص على الاصطدام الخلفي. برضو للوهلة الاولى بنحس ان الخسائر كبيرة، ولكن تعالوا نشوف تأثيرها وصل لحد فين، وهل هي خارجية بس ولا وصلت لحوض الموتور زي ما حصل برضو مع عربيات كتير. الشنطة بقى فيها مشكلة في الفتح والقفل، ودي أول الخسائر اللي موجودة. والاكسدام هو كمان بقى فيه فعصات كتير، يعني شوية مية سخنة في كاتل كده ممكن تعدل الدنيا دي كلها. ولكن داخليا لو وقفنا الصورة كده وبصينا هنلاقي ان التأثير وصل لحد الفبر بس، لكن حوض الشنطة نفسه سليم زي الفل مفهوش أي حاجة. ودي حاجة تحسب للام جي كعربية صيني، في حين ان عربيات تاني ياباني الخسائر وصلت فيها لحوض الشنطة نفسه. العربية اللي معانا بعد كده عربية كيا ريو موديل 2020. تعالوا بقى نشوف الكوري في مواجهة الصيني مين هيبقى افضل، وهنبتدي بالاصطدام الامامي. مبدئيا كده برضو من شكل الاصطدام الخسائر قليلة جدا، انا تقريبا مش شايف لها اي اثر. الحاجة الوحيدة اللي ظاهرة القطع اللي موجود في الاصطدام ده، والجزء اللي فوق اتخلع حاجة بسيطة. الباب بيفتح وبيقفل عادي، وحتى الكبوت نفسه ما فيهوش اي مشكلة. فاقدر اقول انها في الاصطدام الامامي كانت كويسة جدا. تعالوا بقى نشوف الاصطدام الخلفي. الاصطدام الخلفي فيه حاجة طارت كده في الاصطدام. لما بص على التصوير البطيء نلاقي هوب دبل كيك، الفانوس اتكسر منه حتة كبيرة وطارت. نقدر نقول كده ان هو اتفتفت. لكن بشكل عام الخسائر موجودة في الفانوس، الاكسدام اتبهدل شوية. وهنا بقى المشكلة ان هي سمعت جوه، اي نعم سمعت جوه حاجة بسيطة، ولكن في الاخر صدمة زي دي انها تسمع في حوض الشنطة دي مشكلة كبيرة جدا. ومن المنظر العام للخسائر الخارجية اقدر اقول ان الخامات اللي مصنوعة منها الكيا خامات قاسية شوية مش مرنة الصراحة. مقارنة بالام جي، الام جي كانت افضل. ونخش بقى على الياباني ومعانا مازدا 3. في الاصطدام الامامي برضو الشكل مش لطيف خالص. لما نيجي نبص بقى عليه بالتفصيل بعد الاصطدام هنعرف بالظبط ايه اللي حصل. زي ما احنا شايفين كده في التصوير البطيء الكبوت عمل 8، ودي حاجة مش لذيذة ابدا. لما نبص بقى على الصور بعد الاصطدام هنلاقي ان الكبوت راح، الاكسدام الجزء التحتاني المفروض اللي فيه الفوج لايت اتكسر، الفانوس اتخلع من مكانه ورحل. الخسائر دي الحقيقة كبيرة قوي مقارنة برضو بالسرعة. فاقدر اقول ان الاصطدام الامامي كان سيء للأسف. نتنقل بقى للاصطدام الخلفي. هل هيكون زي الامامي ولا الدنيا هتبقى افضل؟ لما نيجي نبص بقى على الاصطدام الخلفي في المازدا زي الفل، العربية اكنها فعلا ما اتخبطتش خالص. الاكسدام اتخلع من مكانه حاجة بسيطة جدا، وفي فعصة صغيرة جدا ما اشوفهاش غير مع انعكاس الضوء، لكن غير كده العربية حافظت على نفسها تماما. هنتنقل بعد كده لاخر عربيه معانا، وهي عربيه قديمه ولكن من العربيات اللي منتشره جدا واللي ليها سمعه كويسه لحد دلوقتي، وهي فولكس بورا موديل 2006. لان التصوير قديم فاحنا هنتنقل من مرحله التصوير بالكاميرات لمرحله التصوير بالاله الحاسبه. زي ما احنا شايفين كده في التصوير البطيء الصوره الحقيقه زي الفل لا غبار عليها، عباره عن اشباح. لما نيجي بقى نبص على الخسائر هتلاقي ان العربيه بشكل عام كويسه جدا. الكبوت اتنطر لفوق شويه بس ما عملش تمانيات ولا اي حاجه، والاكسدام اتخلع حتى من جزئيه اللي تحت الفانوس بس، مش كل الجنب بتاعه اتخلع. في فعصه صغيره في الرفرف ولكن برضو شيء لا يذكر. اوامر العربيه كويسه مفيش حاجه، ولكن هنا بقى المشكله ان على السرعه البطيئه دي والايرباج اتفتح. وهي مشكلة لأن لما الإيرباج يفتح على سرعة بطيئة زي كده وارد إن أنت تتعرض لها في حياتك اليومية كتير. دي بتسبب خسائر مادية كبيرة جدا عشان تعرف تصلح العربية. نيجي بقى للاصطدام الخلفي. برضو اتنقلنا لمرحلة التصوير بالآلة الحاسبة. الخسائر زي ما احنا شايفين هي الفعصة دي اللي حوالين فتحة تانك البنزين. تعالوا بقى نشوف الدنيا من ورا. الحقيقة مع ان التصوير سيء جدا والصورة سيئة جدا،
بس اقدر اقول لكم ان مفيش اي اثر للاصطدام. العربية الصراحة اسدين في بعض، مش قادر اشوف اي حاجة الحقيقة، مش قادر احدد حتى مكان خربوش. هنا بقى المشكلة، في كرمشة في الاصطدام. هو ده اللي ممكن يحصل للعربية دي في الاصطدام بالسرعة زي دي، كرمشة. غير كده العربية ما فيهاش اي حاجة. وده يأكد ان الخامات المستخدمة في العربيات الألماني بالذات القديمة منها كانت اعلى من عربيات تانية كتير. الا العربيات اللي من وجهة نظركم ابهركم في الاختبار ده سلبا او ايجابا، وايه العربيات اللي تحبوا تشوفوها بعد كده؟ اكتبوا لي في الكومنتات، واشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامة.